انعدام الضمير وانعدام المسؤولية والفساد الكروي في مصر هيفضل مستمر طول ما مجموعة السبوبة موجودين، وطول ما الفساد موجود مش هيبقى فيه أي تقدم. والنتيجة اللي حصلت امبارح إصابة بعض من جماهير الاتحاد السكندري وجماهير النادي الأهلي في بطولة السوبر لكرة السلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري برنامج السيد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة وكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مرشح لقيادة منتخب بولندا بعد الإخفاق اللي حصل فيهم في كأس العالم وخروجهم من دور ال16. أعلن المنتخب البولندي إن كان فيه قبل كده نية لترشح مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي لقيادة المنتخب قبل بداية كأس العالم، وبعد انتهاء كأس العالم تم إقالة المدير الفني للمنتخب البولندي، وتم من جديد إعادة وجهة النظر في قيادة مارسيل كولر لمنتخب بولندا. عندنا كمان خبر هيخص أكرم توفيق، وإنه علق على إصابته بالرباط الصليبي، وإنه أبرأ الذمة من كهربا بإنه ملوش ذنب في اللي حصل ليه في تدريبات النادي الأهلي، عشان يطلع محمود كهربا على الانستجرام ويكتب لأكرم توفيق بإنه مستنيه يرجع أقوى من الأول، وبإنه بيتمنى له الشفاء العاجل. من جديد وعلى لسان الإعلامي مهيب، تم إعادة النظر أيضا في ملف عبد الله السعيد بالنسبة لنادي الزمالك وفتح المفاوضات معاه في يناير. هل فعلا هيكون في مفاوضات من جديد ما بين نادي الزمالك وما بين عبد الله السعيد من تاني؟ ده اللي هنعرفه وده اللي هنشوفه. بالأمس زي ما قلت سقوط مدرج صالح حسن مصطفى خلال مباراة الأهلي والاتحاد في سوبر السلة. للأسف زي ما شفنا انهيار مدرج حديدي في صالة حسن مصطفى، دي صالة لسه مبنية جديدة، بأن المدرج يقع على الجماهير في مباراة الأهلي والاتحاد في ماتش السوبر. وبعد ما حدث اتفق الفريقان على عدم استكمال المباراة، وقرر اتحاد الكرة إلغاء المباراة وتحديد موعد آخر لإقامتها في نفس الدقيقة اللي انتهت فيها موعد المباراة وبنفس النتيجة اللي كان متقدم بيها الاتحاد السكندري على النادي الأهلي. وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 27 حالة بينها كسور ونزيف لمعظم الجماهير. وقال مدير صالة حسن مصطفى إن جماهير الاتحاد بلغت في الاحتفال، لأنهم كان فارقين فريق الاتحاد عن النادي الأهلي بسكور 22 أعتقد بعد تقدمهم على الأهلي، وإن المهندس محمد مسرحي حذرهم من كده. وعلق كابتن أحمد حسام ميدو عن عدم توافر عربية إسعاف، ودي فعلا حاجة حقيقية. إزاي أنا كواحد بأمن ماتشات حتى لو مفيش جمهور المفروض تكون فيه لو عربيتين 3 على الأقل لأي داعي من إصابة أحد اللاعبين، بغض النظر إذا كان الجمهور متواجد ولا لأ، لازم عربيات الإسعاف تكون موجودة. وإن العربية ما كانتش موجودة بالفعل، وإن ما بقاش في ضمير نهائي، والدليل اللي بيحصل هي أرواح الناس اللي بتروح سواء في كرة القدم سواء زي ما شفنا في كرة السلة سواء بقى في طايرة في يد أيا كان. انعدام الضمير وانعدام المسؤولية خلى البني آدم أرخص حاجة موجودة حاليا. وعلق ميدو قال إن اللي حصل ده جريمة كبرى يعاقب عليها القانون، ويعاقب عليها أيضا اتحاد الكرة المصري لعدم توافر عربة الإسعاف لنقل المصابين، أو في حال إصابة أحد اللاعبين من سواء نادي الاتحاد أو من نادي الأهلي لابد إن تكون عربية الإسعاف موجودة عشان توصله للمستشفى في أقرب وقت. ولكن زي ما شفنا امبارح مفيش أي مسؤولية، مفيش أي اهتمام من جانب الاتحاد المصري لصالح الجماهير بأن مفيش توافر أي عربية تكون موجودة. يعني من الآخر اللي يموت يموت مش فارق، الناس بتروح تشجع فريقها في أي لعبة، يعني بيروحوا
ساعة ساعتين ساعة ونص اللي هي ساعة مباراة كرة القدم، انا واحد رايح اشجع وامشي، انت بتمنع ان انا ادخل بشماريخ وادخل بصواريخ وادخل بازايز ميه وان انا ادخل بتيشيرت مكتوب عليه 72، اي حاجه منعني ادخل بيها. تمام، انا فين حقي بقى؟ انا ماشي، انا موافق على كلامك وبنفذ شروطك كلها. طيب انا حقي فين؟ تامينك ليا فين؟ اهتمامك ليا فين؟ انا دافع فلوس وجاي ورا فريقي عشان اشجع، في المقابل انت مطلوب منك حمايتي، فهل ده يكون المقابل؟ فلنا الله يا جماعه والله بسبب المهازل اللي بتحصل في الكوره دي. في خبر بيخص نادي الزمالك بان يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك بيهدد في حال عدم المشاركه في باقي المباريات بانه سيرحل عن الفريق في يناير القادم، سواء بالاعاره او البيع النهائي. ده التصريح اللي قاله برضه مهيب عبد الهادي على لسان مهيب، قال ان يوسف اوباما في الفتره الجايه ان لم تتم مشاركته بصفه اساسيه بعد عدم الاعتماد عليه من قبل جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، هيخرج عن صمته ويؤكد رحيله خارج نادي الزمالك، سواء زي ما قلت بالاعاره او بالبيع النهائي. وفي ايضا احتمال كبير عدم مشاركه نادي الزمالك في بطوله دوري ابطال افريقيا للعام القادم. ده ليه؟ اولا بسبب التصنيف اللي موجود، وان نادي الزمالك مش موجود في اول 10 نوادي في الترتيب. تاني حاجه بسبب المشاكل اللي ما بين مرتضى منصور واللي ما بين ممدوح عباس، بان كل واحد بيفضل ان هو ينتصر على التاني وما تهموش مصلحه النادي. وزي ما شفنا اللي حصل امبارح بان مرتضى منصور كان طالع اساسا عليه ضرايب للدوله، وعشان ما ياخدهاش ممدوح عباس قال لك لا انا هطلع الفلوس اللي موجوده، انا عليا الضرايب كام؟ 45 مليون، اتفضلي يا دوله فلوسك اهي. لكن ممدوح عباس ما ياخدهاش لكي يستمر الجدال وتستمر المناورات والمناوشات ما بين الطرفين. ولكن في الاخر يعني زي ما بنقول الحسنه بتخص والسيئه بتعم، هيعم على نادي الزمالك ليس في كره القدم فقط، ده بجميع انشطته. وهنشوف تاني مشاكل موجوده بسبب خلافات شخصيه للاتنين مرتضى منصور ولممدوح عباس. الخبير التحكيمي احمد الشناوي صرح وقال ان الفار نزل منه الاصدار الخامس في الدول كلها واحنا لسه شغالين بالاصدار الاول. انت متخيل؟ يعني ظهر 4 اصدارات بعد الاصدار الاول، وان في مشاكل في تقنية الفار موجودة جوه مصر، وقال انا مش عايز اتكلم عشان ما اطلعش وافضح الدنيا. عشان كده بنشوف مهازل تحكيمية في مباريات الدوري، مش لفريق واحد بس، ده لكل الفرق، وان الكل بيعاني. وكمان برضو ما ننساش ان التحكيم ساعات بيساعد الطرفين، ولكن بقاله 2 أو 3 منحاز لنادي الزمالك اكتر. مفيش عداله تحكيميه. انا ما بطالبش التحكيم بانه يساعد الاهلي ولا يساعد الزمالك ولا يساعد اي فريق، اديني حقي وادي حق برضو الخصم في الملعب، سواء الفريقين اللي بيلعبوا ادي لكل واحد حقه. الاخطاء وارده ما قلناش حاجه، لكن مش في كل ماتش يا جماعه، مش في كل ماتش نخرج وكل فريق يطلع يهدد وكل فريق يطلب حكام اجانب. ما هو كل ما فريق بيطلع ويطلب حكام اجانب ده بيدل على ضعف المستوى التحكيمي في مصر. وانت جايب خبير تحكيمي زي كلاتنبرج، لكن زي ما قلت قبل كده النوم في العسل هو مش في دماغه. الراجل جه قبض القرشين وبيجتمع مع الحكام عبر تطبيق زوم، فما فيش اي اهتمام ولا اي مسؤوليه ولا في رقابه كمان من الاتحاد المصري. فمنتظرين ايه؟ ان التحكيم يكون بالمستوى ده. مش عايز حد يتكلم عن التحكيم تاني طالما الامور وصلت للطريقه دي. سيف زاهر في قال برضو تصريح عن محمد هاني، وقال ان محمد هاني كان في يناير هيكون بره الفريق، ولولا اصابه اكرم بتيجي الفرصه تاني لمحمد هاني علشان يثبت نفسه. ولكن الكلام ده عار تماما من الصحه. النادي الاهلي ما طلعش وقال ان محمد هاني هيمشي، برغم عدم حبي لمحمد هاني مش كشخص لطريقه لعبه، انا مش هكرهه كحاجه شخصيه. انا ومحمد هاني يعني من وجهه نظري ونظر كتير جدا من الاهلاويه اساسيات الكوره الف ب كوره مش عنده. يعني الاستلام والتسليم كده بيعمل فيهم اخطاء كتيره، ما بالك بقى بالتغطيه العكسيه، ما بالك بالحاله الهجوميه، ما بالك بالعرضيات، ما بالك بالمراوغات، ما بالك بانه 1 على 1 ما بيعرفش يقطع الكوره منه. زي ما قلت بيلعب ماتش حلو وباقي الموسم صفر مفيش. عندنا النهارده مباريات في الدوري المصري،
ما بين نادي الاسماعيلي ونادي المصري والمقاولين والزمالك، واخيرا الاهلي وسموحه. هنيجي لنتائج الامس ومباريات الدوري اللي اتلعبت. زي ما قلت الاتحاد وسيراميكا خلص 1-0 للاتحاد. الداخليه وبيراميدز اول فوز للداخليه فاز 2-1. اسوان وانبي، اسوان بيفوز وبينعش اماله في الدوري بنتيجه 2-0 في مفاجاه طبعا لنادي اسوان على نادي انبي. المحله وفاركو تعادل سلبي 0-0. حرس الحدود والبنك الاهلي 2-1 لحرس الحدود واول فوز ايضا للحرس في الدوري. فيوتشر وطلائع الجيش تعادل سلبي 0-0. وبكده بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقه غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن النادي الاهلي.